هنتكلم النهارده على البوتاجاز، ازاي احافظ على البوتاجاز بتاعي. زي ما اتكلمنا على ازاي احافظ على التلاجة بتاعتي، هنتكلم دلوقتي على البوتاجاز. البوتاجاز بتاعي طبعا انا اول ما بستلمه بيجي لي البوتاجاز شكله زي ده كده من فوق، عليه اللي هو السلوتيب الموجود ده على البوتاجاز من فوق. لو عليه السلوتيب زي كده من الجناب او من فوق، لازم اشيل السلوتيب اللي هو موجود، اللزق اللي موجود على سطح البوتاجاز ده. لان انا لو سبت البلاستيك ده موجود على سطح البوتاجاز او من جناب البوتاجاز، الاول ما هستعمل البوتاجاز كله ده هيلزق مع السخونيه بتاعه النار، مش هعرف اشيله تاني خالص. مش هعرف يتشال، مش هينفع يتشال بعد ما لزق، مش هينفع يتشال، هيتعبكم وهيبقى مش هيسيب اثر. فالافضل ان انا اول ما استلم البوتاجاز اروح شايل البلاستيك ده كله يتشال. البلاستيك اللي على تحت المشمع ده كله يتشال، اللي تحت الحوامل دي يتشال. ممكن احط ورق فويل، يعني ممكن احط ورق فويل هيبقى افضل. ثالث حاجه ان انا ما ينفعش انزل البوتاجاز الغطا الازاز ده وهو سخن، العيون وهي سخنه ما ينفعش